في مشاكل ما بين اسوريو وزيزو. ايه اللي بيحصل يا عم زيزو؟ يديك يرضيك يا عم اسوريو. طيب ما نشوف ايه اللي حصل يا جماعه، ده احنا في عيد، كلتوش لحمه ولا ايه مع بعض؟ ده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم، حلقه قويه جدا. وقبل ما نبدا النهارده وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك علينا وعلى الامه الاسلاميه كلها بالخير، لا تنسوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عاوزين نتكلم كده لان الحلقه انا بقالي يومين بفكر فيها وسبت كل حاجه وبحاول ان انا اطلع حلقه قويه جدا. النهارده هنتكلم على عده امور. هنتكلم اول حاجه يا جماعه، بنتكلم على الماتش الاخير للزمالك. قالوا لي انت بتحاول تكسب رضا الزمالك. لا والله ما بكسب رضا الزمالك، بس الزمالك حاليا في الفترة الأخيرة مع أسوريو فريق كويس جدا. آخر لقاء مع المحلة انتوا بتشوفوا ميهوب بيعمل ايه، حتى طارق مجدي كارثه تحكيميه ما تحصلش في الدرجه الاولى والدرجه الثانيه زي ما حصل في النادي الاهلي مع منتخب السويس، اللي الكره من ركله مرمى اتحسبت اوفسايد وكانت حاجه غريبه جدا. بنشوف النهارده كارثه كمان في الجول الاول بتاع الفاول بتاع زيزو. بنتكلم ايه يا جماعه؟ بنتكلم ان نشوف الحكم الغندور اللي كان كارثه جدا مستنى الفار يقول له الكره اتحركت ولا ما اتحركتش. يا جماعه بروتوكول ولا مش بروتوكول؟ الحوار كالاتي، انت لو مستنى الفار يعد لك اللعبه وانت بتروح تشوفها، ده انت لو ما شفتهاش. انما الفار ما يقولكش اتحركت او ما اتحركتش، مش كارت احمر ولا ركله جزاء ولا كان ولا من. دي حاجه غريبه بنشوفها في الدوري المصري عموما. عشان نشوف ايه الموضوع. الموضوع الاساسي احنا بنتكلم يا جماعه، الزمالك حاليا مع اسوريو بيعمل شكل جديد. الراجل من اول ما مسك لعب 10 مباريات، ممكن هزيمه واحده وتعادلات وفاز اكتر من مباراه بغض النظر عن اللي بيحصل. انتوا تعالوا شوفوا الراجل جرب اكتر من طريقه، 3-5-2 و4-4-2 و3-4-3. يعني الراجل حاول يجرب اكتر من طريقه وتوصل لتشكيله كويسه وطريقه كويسه اللي تناسب نادي الزمالك. وايقن ان اللاعب المصري لازم تحطه دايما تحت ضغط. وكانت مشكله النادي الزمالك في الاوقات الاخيره ان دايما لما بتحطه انه يضغط من قدام بيكون في مساحات في الخلف كتير، وبعد كده كمان بيحصل هجمات مرتده على الزمالك واختراقات قويه جدا. فالزمالك لما بيفقد الكره بيبدا يرجع للخلف. فاسوريو يا جماعه عامل شغل بامانه مع نادي الزمالك، وحتى بغض النظر عن اللي حصل في المباراه بتاع غزل المحله، لا الزمالك ادى وكانت مباراه قويه. تعال نروح نشوف ايه المشكله اللي بين اسوريو وزيزو. اسوريو قال لاداره نادي الزمالك بيعوا زيزو واكسبوا منه احسن، لان الموسم الجاي انا مش محتاجه. بمعنى ايه؟ حصل خلاف ما بين اسوريو وما بين السيد زيزو في المباراه، والدليل على كده الراجل لما اداله امر في مباراه غزل المحله الاخيره، زيزو طبعا شوح لاسوريو. اسوريو ما عجبوش الكلام ده. في ما بين الشوطين اسوريو قال لزيزو انت هتتغير، او معنى اصح نزل لاعب تاني. فانت بتتكلم ان زيزو بدون اصابه بدون اي شيء اتغير. فالراجل من الكواليس من داخل النادي الزمالك عرفنا ان اسوريو طلب من اداره نادي الزمالك ببيع زيزو او عدم الاحتياج ليه في الفتره المقبله. طيب دي المشكله ديت. حصل ايه كمان؟ ده احنا بنتكلم ان زيزو كمان ساب الشوط الثاني ومشى ما اتفرجش عليه من الملعب، وكانت مشكله قويه جدا. وللاسف لو الكلام ده في نادي الاهلي كان في عقوبات رهيبه على زيزو، وقف وغرامات وطبعا عشان للاسف، وده اللي انا بقوله لجماهير نادي الزمالك، ما ترفعوش حد فوق استطاعته. احنا عندنا قفشه يوم جاب لنا القضيه، ممكن يوم ما تدلع. شوف جماهير نادي الاهلي عملت ايه. فانا بتكلم على جماهير نادي الزمالك، ده سلوك غير رياضه او سلوك غير اخلاقي. وما ينفعش ان لاعب في كيان نادي الزمالك انه يقل من جماهير نادي الزمالك واحترام جماهير نادي الزمالك والكيان اللي هو بيلعب فيه، ويسيب المباراه بالشكل الغريب ده ويرحل في الشوط الثاني. عموما تعال نتكلم كمان على المنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي اللي فاز الحمد لله على مالي، الحمد لله ونشكر ربنا. فزنا 1-0، جول لابراهيم عادل، هدف قوي جدا، هدف جميل جدا. وصنفنا بقى عندنا 4 نقط. المباراه الجايه ان شاء الله لو فزناها مع الجابون هنكون ان شاء الله اول او ثاني حسب الصداره حسب الاهداف، لان احنا تعادلنا المباراه الاولانيه مع النيجر، والنيجر كنت شايف فريق ضعيف جدا. مالي فريق قوي جدا، في بعض الاخطاء الدفاعيه، بس فريق خطير جدا قوي جدا في الامان. عموما عيدوا علينا ب1-0 المنتخب الاولمبي. وعندنا كمان من الفوز ده في حاجات جميله جدا للمنتخب القومي المصري. والحمد لله الحمد لله التصنيف المنتخب المصري زاد ترتيبه 1 بين ال 35 يا جماعه. طب ايه الفايده ايه يا عم عبد الحميد؟ لا ده فايده كبيره جدا. انت بتتكلم ان المنتخب المصري دلوقتي بقى المصنف رقم 5 في القاره الافريقيه. بتتكلم ان المغرب رقم 1، السنغال رقم 2، تونس، الجزائر، مصر الخمسه ما شاء الله والحمد لله. عندنا 3 بلدان عربيه في التصنيف الاول. طيب التصنيف ده بيفيدنا ايه؟ احنا في كاس العالم يا جماعه اللي جاي في امريكا وكندا ومش عارف المكسيك وشويه ولايات كده هتلعب مع بعضها.
المهم التصنيف ده بيعمل ايه؟ التصنيف ده افريقيا بياخد منها 9 فرق، فانت هتكون دلوقتي من الخمسه الاوائل يعني بمعنى اصح، اللي وراك نيجيريا، كوت ديفوار، غانا، الكاميرون عموما يعني. انت بتكون على راس مجموعه، ففرصه التاهل ان شاء الله للمونديال بتكون جميله جدا، او معنى اصح سهله الى حد ما. ولو ما صعدناش دي تبقى كارثه. وفيتوريا يا جماعه برضه عامل شغل كويس جدا مع المنتخب، وفي اداء كويس عموما. الراجل من ساعه ما مسك ما الحمد لله ما انهزمناش، وبعض التجارب برضه اللي هو عملها، اللي بيلعب بطرق متعدده، واختياراته او معنى اصح اللي اصر على اختياراته رغم تدخل من اتحاد الكوره على لعيبه معينين. عندنا كمان محمود حماده، الراجل لاعب المنتخب القومي المصري، اللي بيتكلم وبيقول انا اي واحد في مصر بيتمنى يروح للنادي الاهلي. طب ايه الحوار ده؟ ايه الجمال ده؟ محمود حماده بيعرض نفسه على النادي الاهلي، بيقول لك انا من مشجعي النادي الاهلي، واي لاعب في الدوري المصري او في القاره الافريقيه يتمنى يروح للنادي المصري، النادي الاهلي المصري. وانت بتتكلم ان محمود حماده فعلا عندنا مارسيل كولر عاجبه محمود حماده، وبيقول ان هو ممكن يكون داعم قوي جدا للنادي الاهلي. بس النادي الاهلي للاسف ما قدمش عرض رسمي، او معنى اصح النادي الاهلي مستني الزغلول. في زغلول كده يا جماعه، انا من وجهه نظري انا عاجبني ولاعب جيد جدا واتمناه في النادي الاهلي، وليد الكارتي. وليد الكارتي ده يا جماعه لاعب قوي جدا، نص ملعب ما شاء الله. انا شايفه السوليه وحمدي فتحي، انا شايف اللاعب ده لو خد امكانيات، او معنى اصح بتشيكو ده يطلع من دماغه نحط له كولر، البروفيسور كولر، هتشوف وليد الكارتي ده لاعب ما شاء الله ما شاء الله. انا عاجبني اللاعب ده، ستايل لاعب اوروبي يا جماعه، ستايل قوي جدا، بيفكرني بمحمد شوقي زمان. وليد الكارتي لاعب مميزات قويه جدا، بيكمل الهجمه، راجل كورته هاديه، بيعرف يلعب كره على الارض كويس، بيستلم تحت ضغط، بيسلم تحت ضغط، لاعب ما شاء الله. انا شايفه تحركاته ذكيه وواعي جدا، حتى التحركات يا جماعه ما بين المدافعين الراجل ده يعني بمعنى صح بيملى خانات. الراجل ده كمان بيفكرني ممكن كوكتيل كده من مروان عطيه مع حمدي فتحي، يعني مع وليد الكارتي لو اتطور مع مارسيل كولر والبروفس مارسيل كولر هيكون شيء خطير جدا في النادي الاهلي، وهيكون النادي الاهلي قوي جدا. انت بتتكلم بيراميدز كمان بتعمل صفقات قويه جدا بتنافس النادي الاهلي، وداخله دوري الابطال اللي بعد عنها للاسف الزمالك. ونخش تاني على الزمالك، الزمالك رسميا في الكونفدراليه، وهنشوف بقى جماهير نادي الزمالك يقول لك الثانيه هي كونفدراليه، وهيقول لك الكونفدراليه احسن من ابطال الدوري، وهيقول لك العربيه احسن. هي دي المشكله بتاعت ايه؟ اعلام نادي الزمالك مش جماهير نادي الزمالك. هيخشوا لنا على قناه نادي الزمالك ويقول لك دلوقتي الكونفدراليه اقوى يا عم، احنا اهم حاجه نجيب بطوله لنادي الزمالك، ونفرح كلنا كمان بمصر او بانديه مصر كلها لما بتحقق جميع الانجازات. طبعا ده من قلبي يا جماعه والله.